فيلمنا بيبدأ مع شخص اسمه فير، وكان ماسك ضابط شرطة فاسد وبيولع فيه وهو حي. وفي اليوم التاني ضابط شرطة بيلاقي رماد قدام الاسم، ولما بيفتحه بيكتشف ان ده رماد ضابط كان شغال معاه. والصحف بدأت تكتب عن الجريمة الخطيرة دي، والشرطة بتحس بالرعب لأنه مجرم خطير جدا. وهنا بيظهر فير وهو بيساعد الناس في لم القمامة. وبعدين في شخص بيضحك على الناس عشان ينتخبوه، لكن بتظهر البنت القمر دي وبتحرجه بالكلام، وفير بيعجب بيها والناس بتسقف لها، وبيروح يتعرف عليها وبتقول له انا اسمي شيخة، مش عارفة ايه شيخة ده. المهم بيقول لها وانا فير، وبيتعرفوا على بعض وبعدين بيروحوا يرسموا لانه بيحب الرسم جدا. وهنا بيظهر ضابط فاسد تاني وكان بيغطي على جريمة قتل ارتكبها ابن واحد من الاغنياء، وبيظلم مرات الراجل البسيط مقابل رشوة كبيرة. ولما بيرجع الضابط لبيته بيقع في الفخ اللي نصبه فير، وفير بيولع في الفلوس الرشوة اللي اخدها الضابط الفاسد ده، وبعدين بيولع فيه وهو حي. وتاني يوم بيجي مفوض الشرطة بنفسه متعصب جدا من اللي بيحصل، وبيستدعي أذكى محقق في المدينة وهو الضابط شيفانش عشان يحقق في الجرائم الكبيرة دي. وهنا بيبدأ الضابط شيفانش يحقق في الجرائم، وبيعرف إن الضباط اللي ماتوا كانوا فاسدين، وبيعمل لقاء صحفي وبيحاول يستفز القاتل، وبيقول إن القاتل جبان وبيرتكب جرايمه بالليل. وهنا فير بيكلم الضابط شيفانش عشان يستفزه، وفير بيقول له هديلك هدية عشان تمسكني، وبيتحدى وبيقول له أنا هقتل ضابط في المنطقة بتاعتك. وشيفانش بيقول له هوقفك، وبيتعصب وبيصرخ فيه وبيفصل في وشه، وبيحاولوا انهم يتتبعوا الهاتف لكنهم ما بيوصلوش لحاجه. وبنعرف انه كان عامل حسابه ومغير صوته عن طريق برنامج تعديل الصوت. وفي نفس الوقت ظهر ضابط فاسد تاني وبيكون بيعمل صفقه مع تاجر المخدرات عشان يساعده في التوزيع، وفير بيكون مراقبه. وهنا بيقطع انبوب البنزين وبيركب الضابط الموتوسيكل وبيخلص منه البنزين وهو مروح، فبيروح البنزينه. وهنا بيظهر وبيبدا يضرب فيه بكل قوته، والضابط بيلبس وبيضرب فيه، لكن فير بيتعصب وقال ايه بيقطع الاطار. الهنود دول عليهم شويه حاجات انما ايه. المهم بيمسكوا تاني وبيشربوا شويه بنزين 80 وبيولع فيه وهو حي، وبعدين بيمشي. وهنا شيفانشي بيفقد الامل انه يمسك المجرم الخطير ده، وبعدين بيفتكر حاجه فجاه وبيبص على المعلومات اللي موجوده، وبيكتشف ان القاتل مش بيختار اماكن عشوائيه، لكن بيختار اماكن بترتيب معين عشان يجمع جمله بتقول ان الانتصارات هي الحقائق. وشيفانشي بيقول ان المجرم ده خطير جدا، وبيعرفوا ان الضحيه اللي جايه هتكون في مكان بيبدا بحرف الياء. وبداوا يجمعوا المعلومات عن الضباط الفاسدين اللي شغالين في المناطق اللي بتبدا بحرف الياء. وهنا فير بيروح لشيخة، وبنعرف انها دكتوره بيطريه، وبيكون جايب لها كلب تعالجه، لكن بتلاقي عليه اثر جروح، فبتبدا شيخة انها تعالجه، وبيبداوا يتقربوا من بعض اكتر ويعيشوا اوقات سعيده مع بعض. وهنا شيفانشي والمفوض بيعرفوا ان الهدف اللي جاي هو ضابط اسمه ساديش، وبدأوا في تجهيز كاميرات في المكان وزرعوا أجهزة تنصت في جميع أنحاء المركز. وفي نفس الوقت بيكون الضابط الفاسد بيضرب وبيعذب شاب اسمه إسلام عشان يعترف بجريمة هو ما عملهاش، وبيستمر في تعذيبه بقوة. وشيفانشي بيكون سامع اللي بيحصل وبيحزن على الشاب جدا. وهنا أم إسلام بتترجى الضابط الفاسد إنه يطلع ابنها، وبيرفض وبيصرخ فيها لأنها مسلمة، وبيقول لها هموت ابنك قبل حتى ما تصلي. وفي نفس اللحظة بيظهر فير وهو متنكر في زي الشرطة وبيطمن أم إسلام، بيدخل فير للغرفة بتاعة التعذيب وبيمسك الضابط الفاسد وبيبدأ يضرب فيه وبيوقعه على الأرض، وبيغمي عين إسلام عشان ما يشوفوش، وبيقول لإسلام استمر في الصراخة عشان يخدع الضابط شيفانش. وبعدين بيمسك الضابط الفاسد يفرمه حرفيا وبينسيه اليوم اللي فكر يبقى فيه ضابط شرطة، وبيجيب حق إسلام بكل عنف. وقبل ما تخلص أم إسلام صلاتها بيفضي فير عليه علبة الكحول وبيولع فيه وهو حي. وهنا المحقق شيفانشي بيسمع صوتين مختلفين بيصرخوا، فبيجروا عشان يشوفوا في إيه، وبيدخلوا بيبدأوا يطفوا في الضابط وفير، وبيدخلوا وبيبدأوا يطفوا في الضابط، وفير بيكون خرج بسهولة. وهنا بدأ شيفانشي في استجواب أم إسلام وبيسألهم انتم شفتم وش القاتل؟ فأم إسلام بتقول له إسلام ما شافوش، وحتى لو شافه مش هيتكلم لأنه أنقذ ابني من ضابط فاسد. وشيفانشي بيفرج عنهم. وهنا شيفانشي بيجيله تليفون تاني من فير وبيبدأ يستفز فيه وبيقول له لسه هموت 11 واحد تانيين، وبيتعصب شيفانشي وبيقول له همسكك. ولما بيرجع شيفانشي لبيته بيكتشف ان الباب مفتوح، ولما بيدور بيكتشف ان فير هو اللي دخل. وهنا بتحصل المفاجأة وبنعرف ان فير وشيفانشي اخوات. وفير بيروح لمكان مظلم وبيكون ماسك ميدالية وبيبدأ يفتكر وهو صغير، وبيفتكر ابوه الضابط وهو بيعلمهم القسم وبيقول لهم اياكم تنسوا القسم، وبيكونوا فخورين بيه وبيحبوه جدا. وبيجي المفوض وبيقول له انا معايا امر بتفتيش بيتك، فبيتصدم الاب والاولاد لانهم واثقين في والدهم،
وبيبدأوا في التفتيش وبيلاقوا شنطة مخدرات وكمان شنطة فلوس، وبيطردوا من وظيفته بكل إهانة وذل، وبتتدمر حياته والناس بتسخر منه. وبيدخل بيلاقي شيفانشي وبيولع في الكلية دي، وشيفانشي بيسخر منه وبيسيبه. والأب بيقول لفير سيبك من كلام الناس، أنا دايما بحترم الزي ده وأنا مظلوم. وفير بيقول أنا مصدقك، لأن الأب ما بيستحملش الظلم والإهانة دي ليه، وبيدي التحية للعالم وبيفضي البنزين على نفسه وبينتحر وبيولع في نفسه وهو حي. وفير وشيفانشي بيبكوا عليه، وفير بيلاقي الميدالية وبياخدها وبيرجع بينا الزمن مرة تانية لفير وهو قاعد بيعيط. ودلوقتي انتم فهمتم فير بيعمل كل الجرايم دي ليه، ولما تكمل القصة هتفهم أكتر. وهنا فير بيكون رايح المعرض، فجيفانشي بيقوله تعالى وصلك. ولما كانوا في الطريق بيقف جيفانشي قدام المستشفى، وبيدخل المستشفى بس بينسى تليفونه، ففير بياخده وبيديهوله. وفي نفس اللحظة بيكتشف فير انه الضابط الفاسد لسه حي، وجيفانشي بيقوله ان الضابط مش في وعيه ومنتظرين يفوق عشان يساعدهم في رسم شكل القاتل. واستأذن فير من جيفانشي عشان يروح الحمام، وبعدين بيطلع من الشباك وبيروح للغرفة اللي فيها الضابط وبيضرب الحارس وبيولع فيه تاني. وجيفانشي بيسمع انذار الحريق وبيجري، وفير بيطلع من الغرفة بسرعة، وعشان يخدع جيفانشي بيعور نفسه في المراية. ولما بيروح جيفانشي يطمن على اخوه فير بيقوله امسك القاتل بسرعة، وبعدين بيقوم يضحك. بيتصاب بالجنون عشان ما عندوش حلول، وبيجمع جميع الضباط الفاسدين وبيحجزهم في مكان سري. لكن بالليل بيكلموا وبيقولوا ان المكان كله اتحرق. وفي نفس الوقت فير بيكون في ميعاد غرامي مع شيخة، ولما بيشوفوا كاميرات المراقبة بيكتشفوا ان الحريق بسبب ضابط كان معاهم. وبعدين فير بيكلمه تاني، وجيفانشي بيقوله انت اقتنعت ان الضابط ولع في نفسه ازاي؟ فبيقول انا كنت مراقب الضابط ده من شهر، وكان هينتحر عشان مراته طردته من البيت، فاقنعته انه يموت نفسه احسن عشان يكفر عن ذنبه، وانه يولع في كل الضباط الفاسدين اللي معاه. وتاني يوم بيروح جيفانشي حفلة تكريم اخوه بسبب افتتاح معرض اللوحات، وفي الحفل فير بيتكلم وبينسب كل النجاحات لوالده. واول ما بيسمع جيفانشي الكلام بيغضب جدا عشان هو لسه مصدق ان ابوه خاين وان والده موقعهم في العار بسبب اللي عمله زمان. وتاني يوم جيفانشي بيحدد 5 ضباط عشان كان شاكك ان الضحية اللي جاية منهم، وعملوا خطة كبيرة عشان يراقبوهم كويس. وفي نفس اللحظة بيظهر واحد من ال5 ضباط الفاسدين، وهو بيستفز راجل عجوز وبنته، والبنت بتحرجه وبتكلمه بطريقة وحشة وبيهددها، وبعدها بيمشي وبيسيبهم. وفير بيكون هناك ومراقبه. وتاني يوم بتكون نفس البنت بتحتفل بمناسبة دينية عندهم، وبيشوفها نفس الضابط وفير بيكون مراقب، وهي بتشوفه وبتهرب بسرعة وهو بيمشي وراها بسرعة، واختفى عن الحراس اللي حطوهم عشان يراقبوه. وفي اللحظة دي بيمسكها وبيحاول يعتدي عليها، لكن بيظهر فير وبيضربه وبيمسكه يكسر عظمه وبيضرب فيه بخنجر، والضابط بيقلع وبيضرب فير، والبنت بتقوله اضربه يا اخي، وفير بيضرب فيه بكل قوته، حرفيا بينسيه اليوم اللي اتولد فيه، كله ضرب ضرب مفيش شتيمة ابدا. وبعدين بيمسكه وبيقول للبنت اضربيه، وبتدي شوية أقلام ما خدهمش حمار في مطلع. وبعدين بيخليه يجري، وفير بيجري وراه لحد الاحتفال وبيخلص عليه بطريقة وحشية. وهنا بيوصل جيفانش، لكن للأسف بيكون اتأخر، وفير بيظهر وراه وبيثبته، لكن بنعرف ان جيفانش عارف ان فير هو القاتل. وفير بيقوله ازاي عرفت؟ فجيفانش بيقوله في ليلة الاحتفال بتاعة المعرض لما شفت لوحاتك عرفت انك راسم كل الضباط اللي قتلتهم، عشان كده اتأكدت انك القاتل. وجيفانش بيطلب منه يسلم نفسه، لكن فير بيقوله لسه فاضل حركة واحدة عشان تكمل اللعبة، وبيضرب طلقة عشان تحصل فوضى، وبيقدر يهرب، وفعلا بيهرب. وهنا جيفانش بيروح للمفوض وبيقوله انه فير هو القاتل، وفي نفس الوقت بيكلم فير جيفانش، وبيظهر وهو ماسك شيخة، والمفوض بيتعصب، وبنعرف ان شيخة هي بنت المفوض، وانه فير كان بيتقرب منها عشان اللحظة دي. وفير بيقول للمفوض تعالى انت وشيفانش لوحدكم بدون اي اسلحة عشان ما قتلش بنتك. وفعلا بيروحوا المكان وبينزلوا، فير بيكون جوه المكان، وبعدين بيظهر فير وهو بيصرخ وبيقول لجيفانش فاكر المكان اللي مات فيه والدي؟ ودلوقتي هتعرف ان بابا بريء. وبينادي على المفوض وبيقول له تعالى، وجيفانش بيتكلم وفير بيقول له اسكت، وفعلا بيتقدم المفوض، وفير بيقول له فضي البنزين على نفسك، والمفوض بيفضي البنزين وبيقول له هسألك سؤال، لو كذبت هولع فيك. وبيقول له بابا كان فاسد؟ فالمفوض بيقول له لا، وبيتصدم جيفانش من اللي سمعه، وبيسأله انت اللي ورطت بابا؟ وبيقول له ايوه انا ورطت والدك، عشان والدك كان مخلص للبلد وما كانش بيقبل الرشوة ومش هيسمح لي اني اخد الرشوة. وبعد ما بيعرف فير الحقيقة كاملة بيروح لاخو جيفانش عشان يسلم نفسه، لكن في اللحظة دي بيكون المفوض عامل له كمين، واستدعى باقي الضباط الفاسدين وبيأمرهم انهم يقتلوا فير وجيفانش.
وبيضرب النار على فير، لكن بيتفاداه جيفانش في كتفه. وشيخة بتضرب أبوها وبتصرخ على فير، وأبوها بيضربها وبيقول لهم اقضوا عليهم هما الاتنين. لكن فير بياخد أخوه وبيتعصب وبيخلع باب العربية وبيبدأ يضرب فيهم بجنون، وبيقضي على عدد كبير منهم. وفي شخص كان هيموته لكن جيفانش بينقذه. وبعدين فير بيدخل بين النيران عشان يقضي على المفوض، وبيطلع قلادة والده وبيطحن في المفوض وبيشله علامات الشرطة. لكن جيفانش بيحاول يوقفه عشان كان عاوز المفوض يتعاقب بالقانون. لكن فير بيقول له هقتله بنفسي، وجيفانش بيقول له هضرب عليك النار. لكن فير ما بيسمعلوش وبيولع النار. لكن في اللحظة اللي كان هيولع فيها جيفانش بيضربه بالنار في ظهره وبيقع فير على الأرض. وجيفانش ما بيكونش مصدق اللي عمله. وهنا المفوض بيتريق عليهم وعلى أبوهم والقلادة بتاعته. ففير بيتعصب وبيفتكر أبوه بيولع فيه وهو حي. وجيفانش بيجري على فير، وفير بيقول له أنا محظوظ إني هموت على إيد ظابط مخلص زيك مش واحد فاسد. والشيخة بتعيط عليه وبيقول لهم سامحوني، وبيبدأوا يقولوا القسم اللي علمه لهم أبوهم وهم صغيرين. وفي النهاية فير بيموت بعد ما ثبت براءة والده، وبيعيط جيفانش وشيخة عليه.